السلام عليكم. نبدأ وصفتنا اليوم. نحط الطاوة. أوصف لكم المواد: صمون جاهز، بصل مثروم كملته وثارمته، افطر ثارمته، بهارات عندنا كركم، فلفل أسود، بهار مشكل، وملح، بيضتين، وطماطم قشرتها وثارمتها. نحط اللحم المثروم بالطاوة، وأبدي أحمس اللحم إلى أن يستوي. هاي الأكلة تفيد عشاء، تفيد الأطفال، خاصة إذا عصرية أطفال، طفل جايع بالليل نص الليل، تكون أكلة خفيفة طيبة. هسه أبدي يستوي اللحم، أقلب بيه. تكون إيدك مستمرة أظل أقلب بيه إلى أن يستوي. والأفضل ما تتركي اللحم المثروم من تخليه على النار، ما تتركيه نهائيا، لأن راح يصير ما ينثر، بينما تظلين تقلبين بيه. عندي اللحم استوى، أضيف له البصل، أخلي شوية بس يذبل، أقلب بيه ما أتركه طبعا. إن شاء الله الفيديو يعجبكم، وتدعموني بإضافة اللايك والمشاركة. وهسه ضفت الأفطر، وأبقى أقلب بيه إلى أن يحمس كله سوا. الإفطار طبعا مو إجباري، يعني اختياري يكون. أكو ناس هواي ما تحبه، تقدرين تستغنين عن الإفطار ببوتيتا مثلا. أضيف الطماطة مثرومة ومقشرة. أتمنى الصفحة تعجبكم، وصفاتي تعجبكم إن شاء الله. أرجو من عندكم اللايك والاشتراك، ادعموا صفحتي إن شاء الله تعجبكم. أضيف البهارات: كركم، فلفل أسود، بهار مشكل، وملح. تكون كمية البهارات قليلة يكون أفضل، على مود نحس بطعم الأكلة. أحمسه كليته سوا إلى أن تذبل الطماطم، وتكون الطماطم مقشرة أفضل. حمسته كملته. هسه الحشو عندي، وأضيف كجب حار، هذا هم حسب الرغبة، بس يعطيها طعم أطيب. وشوية دبس الرمان، أقلب بيه إلى أن يمتزج كله سوا. وهسه أجيب صينية الفرن أدهنها. طبعا أنا دهنتها براشي. راشي جربته هواية أكلات، من أدهن القالب الكيك، أدهن صينية، أفضل من الدهن والزيت، أفضل بهواي. حفرت الصمونة، وخرت الحشوة اللي بيها اللي بداخلها. وهسه أضيف الحشو كله. ضفت له الحشوة، أرتبه. وهسه أضيف له
البيضتين، أضيف شوية ملح للبيض. طبعا الأفضل البيض هيك يصير عيون، أفضل ما تخبطيها وتخليها حتى أطيب تصير. وأرش له شوية جبن. طبعا الجبن ما أسوي كميات مثل بيتزا كمية هواية، لا شي قليل تكون أطيب. أدخلها الفرن درجة حرارة 100، ما تاخذ وقت، دقيقتين مو أكثر. أشغل الفرن